شاومي أطلقت هاتف من أفضل الهواتف اللي ممكن تشتريها في السعر أو في الفئة دي، وبيقدم إمكانيات ممتازة في السعر بتاعه. قبل ما نخش في تفاصيل يا جماعة، عايزين نوصل في آخر السنة 200,000 مشترك. بالمساعدة بتاعتك، باللايك بتاعك، بالتعليق، انت بتساعدني ان انا اوصل للرقم ده عشان بتعب جدا في الفيديوهات. فانزل دلوقتي اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نكمل. يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف شاومي ريدمي نوت 13 4G. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، مميزات بقى، عيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو. ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك ضروري، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. اول حاجة نتكلم عليها هي تصميم الهاتف. تصميم الهاتف زي ما قلت قبل كده عاجبني الصراحة. تصميم شكله مسطح كده، شكل الهاتف مسطح بالظهر، شكله رايق، وشكل الكاميرات نفسه من غير فريم رايق اوي الصراحة. طبعا هو زي ما بقول دايما وجهات نظر وأذواق. خامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك. وخلونا نشوف الشاشة، والشاشة هنا حجمها 6.67 بوصة، جودتها فول اتش دي بلس وبدقة 2400 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل انش. والشاشة هنا نوعها أموليد ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بتاعها 1800 نتس أو 1800 شمعة، وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل الثالث. بص، من غير كلام كتير عن الشاشة هنا واحدة من أفضل الشاشات اللي انت هتاخدها في السعر ده، ويمكن هي الأفضل. يعني شاشة أموليد 120 هرتز، سطوع 1800 شمعة، ممتاز. عايز ايه تاني؟ الشاشة في السعر ده هتقدم لك تجربة تستمتع بيها ومناسبة. بالنسبة للأداء بتاع الموبايل أو المعالج هنا هو سناب دراجون 685 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو، والمعالج ده بالمناسبة اللي كان في النوت 12 4G. المعالج هنا الصراحة أداؤه كويس ومناسب على فئة الهاتف، يعني هتاخد منه أداء كويس سواء بقى في استخدام يومي، تصفح، وأداء متوسط وجيد في الألعاب. الصراحة كنا نتمنى لو كان المعالج أقوى من كده شوية، بس المعالج مش وحش خالص، المعالج ممتاز على فئة الهاتف أو كويس على فئة الهاتف. كنا نتمنى بس لو كان أفضل من كده شوية، لكنه مناسب على الفلوس اللي انت بتدفعها. شاومي هنا نزلت لك الهاتف بثلاث نسخ، الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية برضو 128 جيجا ولكن مع 8 جيجا رام، والتالتة 256 جيجا مع 8 جيجا رام. والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي. بالنسبة للكاميرا، الهاتف بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الأولى 108 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل ودي ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو علشان تصور بيها التفاصيل من قريب جدا. تقدر تصور فيديوهات من الكاميرا الخلفية جودتها فول اتش دي 30 فريم في الثانية، وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 16 ميجا بكسل برضو تقدر تصور بيها فيديوهات فول اتش دي 30 فريم في الثانية. هنا البطارية حجمها 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة وهتاخد منها أداء محترم مع المعالج الموفر للطاقة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 33 واط، يعني تقدر تشحنها لحد 50% في 29 دقيقة وتشحنها كاملة في 70 دقيقة. الهاتف هيجي باندرويد 13. الهاتف بيدعم NFC، ولكن في نقطة هنا، انا قلت ان هو بيدعم NFC ولكن ممكن ينزل بلد معينة ما بيدعمش NFC، عشان ما تجيش تقول انت بتكذب ما بيدعمش. ممكن مثلا ينزل مصر ما فيهوش NFC، وينزل مثلا السعودية في NFC، حسب ما شاومي بتنزل. فالهاتف رسميا بيدعم NFC، ولكن حسب ما ينزل عندك بقى. الهاتف بيدعم منفذ السماعات ومنفذ الشحن، بيجي من نوع تايب C. سماعات الجهاز تدعم الاستيريو، ومقاوم للماء والغبار أو مقاوم لرذاذ الماء والغبار. ألوان الجهاز هم الأسود والأخضر والأزرق الفاتح، والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه الشاشة. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالإضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب.
بالنسبة لمميزات الهاتف، فالشاشة حرفيا ممتازة على فئة الهاتف. برضو المعالج يعتبر كويس بالنسبة للفلوس اللي انت بتدفعها. البطارية مع الشحن السريع الاتنين كويسين ومناسبين بالنسبة للفئة دي. بالنسبة لعيوب الموبايل، فالصراحة أنا مش شايف عيوب للهاتف ده بالنسبة لسعره، عيوب محققة. لكن التعليل الوحيد ليا إن المعالج نفس الجيل اللي فات اللي هو نوت 12 4G، هو كويس بس كنا نتمنى لو كان اتطور وبقى أقوى من كده. خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف نعرف سعر الهاتف. بس خد بالك إن السعر في مصر وفي السعودية اللي هيتقال دلوقتي مجرد أسعار احنا متوقعينها، لأن الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الأسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $180. السعر المتوقع في مصر 8000 جنيه، والسعر المتوقع في السعودية 650 ريال. طيب كده تمام قوي. ولكن مثلا لو أنا شاومي أو الهاتف ده مش عاجبني، ايه المنافس بتاعه في نفس سعره؟ هقولك عندنا سامسونج جالاكسي A24 4G. الهاتف ده هو أفضل أو أقوى منافس لهاتف شاومي ريدمي نوت 13 4G. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة أحب أقولك إن إحنا في القناة هنا عملنا مراجعة لهاتف سامسونج جالاكسي A24 4G. لو تحب تشوف المراجعة دي هتشوفها من الآي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. أول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج شاومي هو سناب دراجون 685، وسامسونج بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 99، وهنا معالج سامسونج بيتفوق بفرق حوالي 18%. الاتنين جايين بشاشة أموليد جودتها فول اتش دي بلس، ولكن شاومي معدل تحديث 120 هرتز وسامسونج 90 هرتز، وهنا شاومي تتفوق. الجهازين بيجوا ببطارية 5000 ملي أمبير، وهنا الاتنين زي بعض. وبالنسبة للشحن السريع فشاومي بيدعم الشحن السريع 33 واط وسامسونج 25 واط، وهنا شاومي تتفوق. تعالوا بقى دلوقتي نشوف فرق السعر ما بين الجهازين. بس زي ما قلت سعر شاومي ده متوقع، انما سعر سامسونج ده رسمي لانه اصلا نزل مصر. سعر شاومي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 8000 جنيه. سعر سامسونج الرسمي في مصر نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7900 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات أي هاتف والأسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الأجهزة وتعرف الجهاز الأفضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو لو عندك أي هاتف معين محتاج إن احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات. يعني أي حاجة ممكن عايزها اكتبها في التعليقات. مستني رأيك في الموبايل، وأتمنى اللايك بتاعك والاشتراك. عايزين نوصل 200,000 في أقرب فرصة، وأشوفكم في فيديوهات جاية.